وينضم إلينا من القاهرة الناشط السياسي أحمد عبد ربه. سيد أحمد، أهلا بك. إذا نبرة التحذير في بيان المجلس العسكري كانت مرتفعة هذه المرة، بأي اتجاه يبعث المجلس رسائله؟ المجلس العسكري يحاول الآن إرهاب جماعة الإخوان المسلمين وكافة القوى السياسية بأنه سيكون حاد جدا في التعامل مع ردود الأفعال حول نتائج الانتخابات، سواء بالاحتفال أو بالنقد أو بالوقوف ضدها. في حالة من التوتر في الشارع المصري الآن. هناك انقسام حقيقي. هناك نصف المواطنين المصريين الذين لهم حق التصويت لم يذهبوا إلى الانتخابات، والنصف الآخر انقسم نصفين تقريبا ما بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين وبين مرشح النظام أحمد شفيق. هناك انقسام حقيقي. كل من الطرفين الآن يحاول أن يظهر مدى قوته. المجلس العسكري أنزل قوات الجيش في حركة غريبة حول المحافظات الكبرى القاهرة والاسكندرية، في طوق أمني من قوات الجيش حول المحافظات الكبرى. جماعة الإخوان المسلمين احتشدت في الميادين منذ أيام تحت شعارات ضد الإعلان الدستوري المكمل وعدد من الشعارات، لكن كانت لإظهار القوة في مقابل القوة التي أظهرها المجلس العسكري، القوة الميدانية على الأرض من قوات جيش في مواجهة عدد من الثوار. وبيانات تصدر من كلا الطرفين، كل منهم يؤكد على أنه هو الممثل الشرعي للبلاد. لا نعرف إلى الآن ماذا سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة في الحقيقة. نعم أستاذ أحمد، برأيك هل دخل التوتر السياسي بين القوى في البلاد في مرحلة حرجة، أو كما وصفها البعض بأنها باتت على وشك الانفجار؟ بالطبع احنا في مرحلة حاسمة، لحظات فارقة جدا. هناك دعم إقليمي ودولي إلى جماعة الإخوان المسلمين من أطراف معنية وقوية في الشأن الدولي، وهناك دعم من جهات أخرى إلى المجلس العسكري داخليا وإقليميا ودوليا أيضا. الصراع نحن في منتصف الطريق بالضبط. كلا الطرفين لديه قوته. هناك القوى النظامية يملكها من في السلطة، هناك القوى الشعبية والقادرة على الحشد يملكها الخصم الآخر هو السيد محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وأنا أعلم أن هناك اليوم عدة اجتماعات بين القوى السياسية، وعلى حد علمي أن الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي سيلتقون اليوم في اجتماع مغلق لدراسة المرحلة القادمة وردود الفعل حول النتيجة، سواء كانت لصالح السيد محمد مرسي أو السيد أحمد شفيق. والغريب في الأمر أيضا تأجيل إعلان نتائج الانتخابات. ده كان أغرب شيء حصل خلال الأيام أو خلال الساعات الماضية. أستاذ أحمد، برأيك إلى أي حد ستسهم الاعتصامات والتظاهرات التي دعا إليها الإخوان في الضغط على العسكر للعدول عن قراراتهم، وهل من أوراق ضغط أخرى قد تستخدم برأيكم؟ بالطبع أنا أظن أن في أوراق ضغط لسه ما ظهرتش، هتظهر في خلال الساعات القادمة، منها اعتصام بأعداد ضخمة. مش هيكون زي الأيام اللي فاتت، هيبقى النهارده في اعتصام ضخم لسماع النتيجة داخل الميادين. في المقابل العسكري يهدد بفرض حظر التجول، لكن حظر التجول إذا فرض والثوار أو جماعة الإخوان المسلمين في الميادين فمش هيكون له فائدة زي أحداث 18 يوم الأولى من الثورة. فرض حظر التجول واحنا كنا في الميادين كلنا، فما كانش فارق. فده اللي بيحضروا جماعة الإخوان المسلمين انهم يكونوا موجودين في الشوارع قبل فرض حظر التجول، لعل المجلس العسكري يريد فرض أحمد شفيق ويعلن فوزه. في الحقيقة كمان عايز أؤكد أن أنا مش عارف، لأول مرة أنا مش عارف مين اللي كسب. يعني أنا مش قادر أجزم أن محمد مرسي هو اللي كسب أو أحمد شفيق هو اللي كسب، لكن في الحالتين أحذر كافة الأطراف جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري من أي صدام تصاعدي يدخل البلاد في حالة من الفوضى. على جميع الأطراف الآن أن تجلس وأن يوفر لهم وساطة من الشخصيات الهامة في مصر، سواء فاز شفيق أو فاز مرسي. علينا أن نتفق جميعا في هذه اللحظة الفارقة من أجل مستقبل الدولة المصرية. لا نريد انهيار للدولة في كل الأحوال. هذا وطننا جميعا، كلنا ثرنا من أجله وليس من أجل هدمه. فعلينا جميعا أن نجلس الآن قبل أن يفوت الأوان في الحقيقة. نعم أستاذ، عندما يقول المجلس العسكري أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يمثل جريمة، هل هذا يعني أن رفض الإخوان لقرارات المجلس تأتي في هذا السياق باعتقادك؟ بالطبع موقف الإخوان واضح أنه هم ضد
قرار الدستوريه العليا، وده موقف غير قانوني من جماعه الاخوان المسلمين. بيساعدهم في ده الحشد الشعبي اللي هم بيعتمدوا عليه دلوقتي في مواجهه دبابات المجلس العسكري وقوات الجيش اللي موجوده في الشوارع. لكن انا في الموقف ده انا بدعم الشرعيه. قرارات المحكمه الدستوريه العليا هي اعلى مرجعيه في مصر، وقراراتها نافذه. هي واحده من اكبر 5 محاكم دستوريه في العالم، فلا بد ان احنا نحترم موقفها. وفي الحقيقه هنا برضو ازمه، اللي صاغ القانون اللي اقيمت عليه انتخابات مجلس الشعب كان المجلس العسكري. لو المجلس العسكري كان عايز يجيب قانون لا يطعن فيه دستوريا فيما بعد، كان وضع دستور حقيقي او كان وضع قانون حقيقي، مش قانون هو يعرف جيدا انه عندما يحتاج الى حل هذا البرلمان سيستخدم القانون المزيف الذي وضعه. انا بتهم المجلس العسكري باهدار 2 مليار جنيه في هذه الانتخابات البرلمانيه، لانه عملها بقانون غير دستوري، ثم حل البرلمان، ثم ستجرى انتخابات اخرى باموال اخرى. الاخوان المسلمون يستندون على ان هؤلاء اعضاء البرلمان المنحل دستوريا الان جاءوا بإرادة شعبية. دي حقيقة، هم جم بإرادة شعبية، لكن القانون كان غير دستوري، وهي دي الأزمة اللي احنا واقفين عندها دلوقتي. من القاهرة الناشط السياسي أحمد عبد ربه، شكرا جزيلا لك.